السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بجد وحشتوني. النهارده جايلكم بيوم انا جديد، اسفه على فيديو التاخير، جديد زي ما انتم كنت شايفين تعبانه كده. هنعمل شويه. حاجه تحليه بعد كده كده بقى جميله مع رجعنا بعض. لكم اهوت بحاجه بسم الله جميله. الرحمن الرحيم، يلا وصلى بقى على نسمع الرسول. الرسول ونقول بسم معانا الله هنا الرحمن كده الرحيم كده كوبايه، ونشوف نحط هنعمل ايه فيها مع كيس بعض خميره كده. كده، معانا هنا كده كوبايه فيها كيس نحط عليها خميره معلقتين سكر كبار. وثلاث معالق سكر، لو عايزاها تبقى مسكره شويه زودي او كمان على حسب ما معلقتين. انت عايزه. انا يعني نقلبهم كده، عملت نحط عليهم معلقتين بقى شويه كبار يعني. لبن. هنقول معانا هنا طبعا شويه لبن المقادير كده. واحنا شغالين كده. احنا هنقول نحط عليهم شويه المقادير لبن واحنا ندوبهم كده شغالين. عشان نختبر الخميره. زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى، عايزاكم تصلوا على النبي كتير وتنزلوا تحطوا لايكات واشتراك للقناة لسه ما اشتركش، وتفعلوا زر الجرس وتتكوا على كلمة الكل عشان يوصلكوا كل يوم فيديو جديد من اللي انا بنزله. معانا هنا بقى بولة كده، نحط فيها هنا كوبايتين دي سميد اللي هو الدقيق بتاع البسبوسة، معلوش اي اضافات. معانا هنا كوبايتين دي برضك كده نخلاهم اللي هو متعدد الاستخدامات. نحط عليهم ذرة يعني شوية ملح صغننين اللي هي ربع معلقة كده. طبعا هي سنة على الرسول وبتحسن دي وكده يعني في معجونات، في اي حاجة عموما يعني. هنقلب كل بقى المكونات دي كده على الناشف كده. بعد كده معانا كوباية سمنة. احنا كل المقادير اللي احنا بنعاير يعني كل الكوباية اللي بنعاير بها كل حاجة نفس المقاس. تمام. بعد كده بقى معانا كوباية سمنة كده، ونكون مسيحينها شوية صغيرين كده على البوتاجاز كده، اللي هي مجرد تسيح بس كده. عايزة تحطي نصها زيت ونصها سمنة ماشي، عايزة تحطي كلها سمنة ماشي، عايزة تحطي عليها سمنة بلدي ده ما تحبي، بس نفس الكوباية يعني. هنقلب كل ده بقى وناخدها نبسها كده لحد ما كل المكونات ديت اللي دي يشربها كده، السمنة تشرب دي وكده. بعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي اهو، بس اهو. هنا هنحط اللبن. انا هنا حطيت اللبن قبل ما احط الخميره، انت حطي الخميره الاول او على حسب بقى يعني ما تحطيش لبن كتير. بعد كده هناخدها اهو. احنا طبعا ما تعجنهاش، الحاجات دي مش بتبقى محتاجه عجن، مش زي العجين. ما هنا ضفنا الخميره اللي احنا كنا عاملينها، هنعجن كده. تعجنيش يعني، قلبها كده لحد ما ايه تشرب السوائل اللي فيها. عايزه شويه لبن كمان هتطلع، عايزه تعجنها بميه ماشي تمام، مفيش اي مشكله. اهو اهي عجينه اهي ما شاء الله، طريه خالص اهي. بعد كده هنسيبها اصلا مهما كانت طريه وفيها حاجه هتشرب السوائل دي. معانا هنا بقى الحشو هنعمل نسيبها تخمر ايه بتاع ساعه كده. معانا هنا بقى كوبايه ونص سميد، كوبايه سكر، ومعلقه قرفه كبيره، ومعلقتين كاكاو لو احتاج الكاكاو كمان حط. هنحط هنا شويه ميه كده عشان نعملها زي الرمله كده. بعد كده معانا معلقتين سمنه بلدي هنحطهم عليها، نركنهم بقى على جنب. ويلا بقى نعمل ايه العجينه. معانا هنا كده بقى صينيه كده هنحط فيها حته عجينه بس اكبر من التانية، ونفردها كده على مقاس الصينيه. انا هطلعها بره كده نفردها اهي. بعد كده هنفرد التانية اهي اصغر منها بشويه. يكون معانا بقى صينيه مدهونه سمنه كده. شوفوا اهي هنعملها متساويه، بس تكون اللي تحت اكبر من اللي فوق شويه عشان ايه ناخدها نعمل لها حروف كده. ادي الصينيه اهي، هندهنها بقى سمنه. عايزاكم بقى تصلوا على النبي كتير، عايزه اشوف لايكاتكم الجميله. بعد كده هناخد بقى العجينه اللي احنا عملناها الاول
نحطها في الصينية كده. احنا هنا نكون دهنين الصينية من القاع ومن الجناب. معلش بس بعتذر عن بطء التصوير، التليفون بس كان علق بس شوية. هنا كده بقى هناخد كده العجينة اللي احنا كنا عاملينها كبيرة شوية، هناخدها كده بقى نحطها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنسويها بقى ونعمل لها إيه حروف كده اهي. حتى لو يعني فكت منك كده احط حتة عجينة لو في زيادة، يعني حاولي ان انت تملي الصينية بيها، وبعد كده بقى تعملي لها كده حروف علشان الحشوة بس اهي. انا جايلكوا خطوة بخطوة اهو عشان حبايب قلبي اللي لسه مبتدئين، او البنوتات اللي عايزة تعمل بقى حاجة حلوة كده وهي قاعدة. طبعا دي حاجات بقى للشتا جميلة جدا، والسهرات والحاجات دي زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل لها حرف اهو. انا مرضتش افصل الفيديو، جايلكوا خطوة بخطوة اهو. مهم. لازم تعملي لها حرف كده علشان لما تيجي تحط الحشوة ما تطلعش بره، بشكلها لطيف كده. مهم. نجيب بقى الحشوة يعني نفضها كده، عايزة تحطها كلها حطها على حسب ما انت عايزة يعني، بس انا كنت عاملة شوية زيادة يعني. هنملى بقى كده. بعد كده بقى هنسويها بالمعلقة كده بظهر المعلقة اهي زي ما انتوا شايفين. نملاها بقى كلها كده، نسويها وارجع لكم بقى تاني. يا حبايب قلبي هي سويتها. بعد كده بقى معانا التانية اهي، الطبقة التانية هنحطها كده بورقة الزبدة كده، نسويها كده في الصينية. نسويها بقى خالص اهي. ما شاء الله اهي سوت خالص اهي. هنجيب بقى شوكة كده ونعملها بقى الشكل اللي احنا عايزينه كده. نعملها كده هي ما فيهاش هوا ولا فيها اي حاجة، لو فيها هوا خرمي بالشوكة كده، بس هي ما شاء الله ما فيهاش اي حاجة. نعمل بقى شكل كده طول وعرض.
عشان يبقى شكلها زي اللي بتتشرى من بره جاهزة اهو. هناخدها بقى بالعرض كده او على حسب الشكل اللي انت عايزاه اهو. بعد كده بقى هنقطعها. عايزة تقطعها سمبوسك ماشي، عايزة تقطعها مربعات صغيرة ماشي. انا هقطعها كده ايه زي ما انتوا شايفينها معايا كده. نيجي بقى بميل شوية كده اهي. خليكوا بقى وتابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوها بقى بعد كمان التسوية وجمالها بقى. زي ما انتوا شايفين كده احنا كده قطعناها. هنسيبها بقى 10 دقايق كده على ما نولع الفرن يسخن خالص. وبعد كده بقى هنحطها يكون ولق الشواية من فوق ومن تحت. وبعد كده بقى ايه تاخد بتاع 40 دقيقة في الفرن على ما تحمر من تحت يعني علي عليها الشواية بقى عادي اهي. وطلعت اهي ما شاء الله. قطعها تاني كده بقى عشان التقطيعة تفضل زي ما هي وهي سخنة قبل ما تبرد. بعد كده بقى سيبها تبرد شوية. عايزة بقى لو انت حابة تحطي على وشها عسل حطي، لو هي مش مسكرة معاكي حطي على وشها عسل هيديها لمعة وهتبقى جميلة جدا. يلا بقى نشوفها بقى بعد ما نطلعها تاني بقى. شوفوا ما شاء الله انا هنا دهنتها عسل كده على وشها. بصوا تسويتها جميلة شوفوا ما شاء الله. والحشوة عايزاكم تجربوها وتقولي رأيكم فيها. يلا بقى شوفوا التسوية من تحت عاملة ازاي. انا عايزة بقى اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم مع ام ياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.